صباح الخير مشاهديني الأعزاء. اليوم بدي أعلمكم طريقة المسبحة بطريقة مبسطة إن شاء الله. عنا كم شي كاستين حمص تقريبا مسلوقين، طبعا بدي يكونوا مسلوقين منيح. وعندي ليمونة، أو إذا بتحبوا ليمونتين على حسب انتوا يعني درجة الحموضة اللي بتحبوها فيها. وعندي توم، وعندي ملح، وعندي طحينة. طبعا بدنا أكيد خلاط يكون قوي. ومنبلش بإذن الله. نحط كمية الحمص. أول شي طبعا نحط الليمون، بعدين بنحط كمية الحمص. بسم الله. طبعا بنحط الملح، وبعدين بنحط الثوم. طبعا الطحينة ما بتنحط هلا، بنحط بعد ما نخلط الحمص. بنضيف طبعا كمية من المي قليلة. إذا شفنا الخلاط ما عم يدور طبعا بنضيف شي فنجان مي. شوفها إن شاء الله. رجعنا لكم اخواتي المشاهدين. هلا طبعا فضينا الحمص بالزبدية، بنضيف الطحينة عليه. طبعا انتوا قد الكمية اللي بدكم اياها، طبعا ما في شي محدد، فنجان قد ما بدكم بتحطوا طحينة، ما في مشكلة. يعني الطحينة بتعطيها طعمة اطيب، بتعطيها طبعا الجمادة المطلوبة. طبعا بعد ما نفضيهم بنضيف الطحينة، نخلطهم يتجانسوا. طبعا بنفرغ المسبحة عفوا للصحن. وهي اخواتي زينا الصحن. ان شاء الله يا ربي تكون هيك الوصفة عجبتكم، وانا بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. ويا ريت ما تنسوني من اللايكات والاعجابات. ويعطيكم العافية.